السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كشف التحريفات في كتب الشيعة، واليوم مع تحريف علماء الشيعة لرواية ضراط زرارة في لحية الصادق. أولا لنشاهد الحديث قبل التحريف. جاء في كتاب اختيار معرفة الرجال أو رجال الكشي في الجزء الثاني صفحة 143 بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عن التشهد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قلت: التحيات والصلوات؟ قال: التحيات والصلوات. فلما خرجت قلت: إن لقيته لأسألنه غدا، فسألته من الغد عن التشهد فقال مثل ذلك. قلت: التحيات والصلوات؟ قال: التحيات والصلوات. قلت: ألقاه بعد يوم لأسألنه غدا، فسألته عن التشهد فقال كمثله. قلت: التحيات والصلوات؟ قال: التحيات والصلوات. فلما خرجت ضربت في لحيته وقلت: لا يفلح أبدا. يا سلام على هذه الضرطة في لحية الإمام المعصوم عليه السلام. وعلماء الشيعة حتى يخفوا آثار هذه الضرطة ماذا فعلوا؟ التجأوا إلى اللعبة السحرية وهي التحريف والتزوير، فقاموا بتحريف مخزي ومضحك. إليكم هذا التحريف. جاء في كتاب تنقيح المقال للمامقاني في الجزء 28 صفحة 137: وما رواه هو أي الكشي عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عن التشهد، إلى أن يقول في آخر الحديث: فلما خرجت ضربت في لحيتي وقلت: لا يفلح أبدا. فبدل ما كان زرارة ضرط في لحية الإمام جعلوا زرارة ضرط في لحيته هو، مع أن المامقاني نقل هذه الرواية من كتاب رجال الكشي وفيها كما سبق ضربت في لحيته أي في لحية الصادق، ولذلك جاء في الهامش خاء لام لحيته وهو الذي جاء في المصدر، فالمصدر ضربت في لحيته أي في لحية الإمام المعصوم عليه السلام. ونفس هذا التحريف قام به التستري في كتابه قاموس الرجال في الجزء الرابع صفحة 434 يقول في آخر الرواية: فلما خرجت ضربت في لحيتي وقلت: لا يفلح أبدا. ولا ندري كيف صنع زرار هذا الأمر، كيف ضرط في لحيته، الله أعلم. تحريف آخر قام به القهبائي في كتابه مجمع الرجال في الجزء الثالث صفحة 47، أورد هذه الرواية ثم يقول: فلما خرجت، ثم وضعوا نقاطا في لحيته وقلت: لا يفلح أبدا، فبتروا وحذفوا كلمة ضربت. ثم يعلق في الهامش فيقول: هنا كلمة سوء ما أظنها إلا مصحفة، والكلمة مركبة من ضاء راء طاء تاء أي ضربت في نسخة الأصل وفي خاء أيضا، نعوذ بالله من أمثالها. فلقبحها وشناعتها وقبيح صنيع زرارة قام ببترها وحذفها. وكما ترون كل هذه المحاولات لإخفاء معالم هذه الضرطة تحريف صار عجيب.